دي أم ل7 أبناء عايشين في غار أو كهف، وده تحديدا في حي بودغن ببلدية تلمسان الجزائرية. من كام يوم بنت من بناتها اسمها فرح رجعت من المدرسة وصورت أمها فيديو، ورفعت الفيديو ده على أحد منصات التواصل الاجتماعي، وبتقول لأمها ادعي لي أنجح عشان أكون حاجة كويسة وأقدر أخرجكم من الغار أو الكهف ده. وفقنا ونعليو لك راسك ونضادوا العديان ان شاء الله يا ربي، وتطلبي لنا ربي يسخر لنا في ديك الدويره ان شاء الله. طبعا الأم حاولت تداري دموعها وقالت لها إن كلام الناس ما يهمهاش، وأهم حاجة إن إحنا مستورين بفضل ربنا، وقالت لها إن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام جلس في الغار لفترة. المهم الفيديو ده انتشر بسرعة البرق، وناس كتير بدأت تطلب من فرح إن هي تصور فيديوهات تاني لمعرفة تفاصيل حياتها ويقدروا يساعدوها. ومن المعروف إن الجزائر دي معروفة بالشهامة والجود والكرم، فمعلش يعني انتم ازاي سايبين حالة زي دي يا جماعة؟ عايشة في كهف وعندها 7 أطفال كمان، ده اللي عنده طفلين اليومين دول بيشد في شعره من كتر المصاريف. فأرجو من رئيس بلدية تلمسان إن هو يتحرك ويشوف حالة أم فرح. قوم يا عم اتحرك يا عم، قوم يابا.